السلام عليكم ورحمة الله متابعيني الغاليين، أهلا وسهلا بيكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وفي أحسن حال. النهاردة بقى هنعمل مع بعض كيكة حلوة قوي قوي قوي، محدش بيتهيألي بيختلف عليها. شايفين ما شاء الله، يعني هشة جدا ولونها حلو قوي من فوق ومن تحت. ما شاء الله، ما فيهاش اي فراغات خالص ولا مسام. اسفنجية جدا ولونها حلو قوي، حتى لونها ابيض من جوه و آه، لونها من فوق واخد الحمار المطلوب، ومن تحت نفس الحكاية. هنسمي الله ونصلي على سيدنا محمد ونقول ايه هي مكونات الكيكة. آم، اول حاجة هنحط 4 بيضات في الخلاط. هنستعمل الخلاط. البيض طبعا يكون بدرجة حرارة الغرفة. طبعا البيض اكون متأكدة وجايباه من مكان موثوق فيه، علشان انا هكسر على طول في الخلاط، والا استعمل بقى طبق واحط الاول في الطبق عشان اتأكد منه. بعد كده بقى هضيف اللبن الحليب. هضيف بقى 1.5 كوباية، او يعني اقل من النص شوية. ابدأ بقى اضرب الخليط كله في الخلاط مع بعضه. وبعد كده طبعا انا فكيت بس البيض كده مع الحليب، وهنزل بقى بالسكر. السكر ده 1.5 كوباية من السكر، سكر عادي من اللي هو السكر الخشن العادي اللي هو السنترافيش. طبعا احنا ما حطناش على البيض الفانيليا، هنحط بقى، مفروض تتحط مع البيض، فاحنا هنحطها دلوقتي 2 باكت من الفانيليا. هننزل بقى كده على الخليط بتاعنا ونضربه مع بعض كده لحد ما يندمج كل المكونات كده مع بعضها، ويبدأ واحس ان السكر داب واللون يكون افتح. تمام. بعد كده بقى انا بعد ما اضرب الخليط كله كويس جدا مع بعضه، فاضل الزيت. الزيت بقى بحطه في الاخر لانه بيتقل القوام، بيتقل قوام الكيكة. فانا عشان كده ببدأ احطه كده في الاخر، نص كوباية من الزيت بحطها سنة بسنة، واضرب برضو الخليط لحد ما ما يندمج كله مع بعضه. بعد كده بقى اجيب المكونات الجافة اللي هي عبارة عن عبارة عن 3 كوبايات ونص من الدقيق، وعليهم رشة ملح، وباكت من البيكنج باودر او معلقة كبيرة من البيكنج باودر. الدقيق ده دقيق ذرة على دقيق ابيض عادي، دقيق زيرو العادي. دقيق ذرة مع 2 كوباية من الدقيق الذرة لكوباية ونص من الدقيق الابيض العادي اللي احنا بنستخدمه في الكيكة. هنزل بقى كده بعد ما قلبت المكونات الجافة على بعضها، انزل بالخليط اللي ضربته في الخلاط، وانزل بقى تقليب كده في اتجاه واحد لحد ما فككه كله من بعضه. طبعا اهو زي ما انتم شايفين كده، بنزل كده اقلب في الدقيق مع الخليط كده سنة بسنة. بأي حاجة بقى ممكن تستعمليها، معلقة أو سباتولا أو مضرب سلك، يعني اللي هيفك معايا الخليط كده ويخليه يتجانس مع بعضه، بحيث ما يبقاش فيه أي كلكعة من الدقيق خالص. لازم أفك كل الدقيق ده، لازم الدقيق يشرب كل السوائل. طبعا منساش معلقة من الخل، دي مهمة جدا لحاجتين: اول حاجة بتفتح لون الكيكة، تاني حاجة بتخلي الكيكة هشة جدا وطرية. هنقلب بقى كده لحد ما افك الدقيق بتاعي كله، ما يبقاش فيه اي كلاكيع خالص، كله كده يبقى مندمج في بعضه كده ومتجانس. ابدأ بقى اكون طبعا مبطنة صينية بالسمنة والدقيق، ابقى دهناها سمنه كده ومسحاها بالسمنه وحاطه دقيق، وبعد كده نفضته عشان ما يبقاش فيه اي زوايد. وبعدين انزل بقى بالخليط بتاعي كله في الصينيه.
طبعا انزل الكمية كلها. الصينية دي مقاس كام؟ مقاس 26. تمام، مقاس 26. ابدا بقى اكون مسخنه الفرن قبل ما ابدا خالص في الكيكه. قبل اول ما اقول هعمل كيكه ادخل على طول افتح الفرن واخليه على 180. هدخل الكيكه بتاعتي هتقعد حوالي ساعه الا 10. تمام، على حسب حمو الفرن بتاعك. بس اهم حاجه طبعا هي خرجت اهي ما شاء الله، لونها جميل جدا وريحتها وجميله، واخده اللون المناسب قوي قوي من فوق ومن تحت. شايفين الهشاشه جميله جدا. طبعا انا عملت معاكم قبل كده كيكه الذره بالبرتقال. انا حبيت اغير المره دي واعملها بالحليب. كده او كده واخده اللون الجميل وما شاء الله حلوه قوي وهشه واسفنجيه كده وحاجه يعني بجد اخر لذاذه. طبعا انا عايزه اقول لكم ان الكيكه اهم حاجه في الفرن بتاعك تبقي عارفه حرارته، لان ممكن تقعد اقل من ساعه الا 10 وممكن تقعد تكمل الساعه، فعلى حسب حراره الفرن بتاعك. اهم حاجه ما تفتحيش على الكيكه غير لما تشمي ريحه ان الكيكه استوت، مش ريحه العجينه بتاعت الكيكه، لا، ريحه كيكه مستويه. تمام. شايفين بقى الهشاشة ما شاء الله، بوريها لكم من فوق ومن تحت كده ما شاء الله جميلة جدا، ويعني كانت حلوة قوي. وبألف هنا وشفا ليكوا تعملوها ان شاء الله وتتهنوا. حلوة قوي. استنوني بقى في فيديو جديد كده. الفيديو خلص واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.